بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيك مهندس عادل عبد الجواد الجارحي، المدير العام السابق للإصلاح الزراعي. أهلا بيك. أهلا بك. عاوزين نعرف بقى إيه الحدوتة اللي دايرة دي، اللي ليها أسبوع بقى شغالة الناس بقى يفط ومظاهرات وإضرابات واتهامات. إحنا جايين بس عشان نعرف الحقيقة. هل فعلا الناس دي أنت مرضتش تثبتها أو وقفت في طريقها أو وقفت في عدم حصولها على أي مبالغ مالية يعني تفيد في إنها تبني حياة أو أسرة كريمة؟ إحنا مش طالبين غير الحقيقة والواقع والحكم للمشاهد. بس المفروض يكون في صدق في الكلام. ماشي، اتفضل، احنا جايين نتكلم معاك انت يعني. مش أي واحد يتكلم كلام يؤخذ بيه. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول في اتهام في 200 درجة. وهو لو 200 درجة أنا ماشيها ليه؟ طب 200 درجة الحد الأدنى إن أنا أوديها للجمعيات، الحد الأدنى إن أديها للموظفين في المجمع، الحد الأدنى أديها للموظفين في المديرية. طب قول لي يعني إيه المصلحة إنها ترجع؟ ولو رجعت مش فيها عندي نائب وزير اسمه المهندس زكريا الآن مدير الهيئة، ولو يرجع مش هيقول أنا جبت له 200 درجة وهو يرجعها. وأنا ليا السلطة إن أنا أرجع ومفيش واحد هيسألني. طب أنا لو جاتني 200 درجة يا ريت. ده أحد متزعمي الحركة اللي حاصلة دي يجي ويتكلم ويقول له لو جاب درجة واحدة هديها لك أنت ومش هديها لأخويا. تمام. هو نفسه يعلم تماما أنا قلت له إيه. وقبل الكلام ده كان يوم حتى التظاهر والاعتصام والأعمال اللي حصلت دي، يمكن يوم الخميس الساعة 3 العصر دخلت له في الكمبيوتر قلت له يا سمير والله يا ابني لو جت درجة واحدة ما حبيت حد غيرك بصدق، لكن أقسم بالله ما في حاجة جت كلام لا أساس له من الصحة. في مدير مديرية موجود، في مدير شؤون عاملين موجود، في هيئة موجودة. أتحدى أن واحد يجيب يثبت عليا أن جت درجة واحدة أنا رفضتها. يا ريت ده لو درجة هاخدها، لو نص درجة هاخدها. ازاي توصل 200 درجه عندي وانا ارفض؟ اديني طيب وانا سلطتي ارفض ازاي وانا عندي مدير هيئه انا نائب وزير بيسالني بيقول لي لازم تاخدها؟ يعني الناس بيلعبوا بعقول الناس، بيضحكوا عليهم. هذا الكلام والله لا اساس له من الصحه. يعني هل تتصور ان في ناس منتفعه من وجود الاضراب ده؟ طبعا. هقول لك على حاجه. اتفضل يا فندم. يعني انت عايز تتهيأ لي ويا ريت الصوت يكون عالي عشان المشاهد يستمع يعني. عايز تقول لي ان الناس اللي قاعده دي بيوتها مفتوحه وهو قاعد هنا؟ استحالة. أنا عندي ناس أعرفها بيشتغل بيطلب مني إن أنا عايز أشتغل وردية بالليل عشان أنا بالنهار عندي شغل، وواحد بيطلب مني إن أنا أشتغل بالنهار عشان عندي وردية بالليل. كلهم شغالين وفترة الشغل بتاعه بيجي بيعمل الإضراب بتاعه ويعمل الاعتصام بتاعه، لكن هو شغال وبيته مفتوح وماشي. لكن المأساة فين؟ المأساة ضرر على أبناء مدينة نجع حمادي. المكان ده ما اتعملش بالسهل والله ما اتعمل بالسهل. أنا يوم الجمعة 7/3 طلعت بيان وقلت فيه تسلسل البيان. يمكن شفته استاذ احمد الرادي، شفته كان موجود البيان ده. قلت فيه تسلسل اللي اتعمل وانا بأسرده كم هائل من الشغل اتعمل ازاي. ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يكون الكلام ده في نجع حمادي. بعد ما اتعمل واصبح لنجع حمادي روح، واصبح لشريط الكورنيش ده روح، واصبح للبلد شكل تاني. ده انت لما بتودي ابنك الحضانه ده صدقه جاريه، لما تودي ابنك المدرسه وبيتعلم تعليم اساسي كويس، بيتعلم لغات وبيتعلم السلوكيات الكويسه، دي صدقه جاريه. لما انت قاعد جار عيالك انت بتاخد 5000 جنيه في الغردقه وتعالى خد عندي 1000 جنيه، انت مطمن انك قاعد مع اسرتك مع ابنك بدل ما يطلع في الشارع ولا حاجه. انت قاعد شايف بتاخد والدتك وتمشي. انت بتتكلم في ايه؟ تعالى ناقشني في جزئيه ان انا مرتبات قليله. مرتبات قليله ازاي؟ عندي ايرادات شهر 12 244,000 جنيه اجمالي مبيعات، مش ايرادات، اجمالي مبيعاتي في شهر 12 بالافراح بالجاتوهات بكل حاجه بكل الدخل اللي داخل المجمع 244,000 جنيه. تعال شوف المرتبات 150,000 جنيه. طب وال 244 دول طلعوا من ايه؟ طلعوا من مواد خام مش اقل من 190,000 جنيه. يعني انت كسبان 54,000 جنيه. ده 54,000 جنيه هطلع منهم مرتبات 150,000 جنيه، واطلع منه التأمينات 15، واطلع الكهرباء 15، واطلع الضرائب العامة، واطلع الضرائب المبيعات.
كل الجهات الخدميه اللي حوالينا كلها مستفيده من تواجدنا وان احنا شغالين، وناس بيوت مفتوحه. طب انا لما عندي عجز 150,000 جنيه ما سالوش نفسهم. انا سمعت خبر غريب، واحد يقول لك بنكسب 1.5 مليون. اقسم بالله لم تحدث في تاريخ المجمع من يوم ما فتحت 22/8/2009 لم تحدث ان انا اوصل نص الرقم ده، مش هذا الرقم. 1.5 مليون في شهر. اعلى شهر عندي لا يتعدى 600,000 جنيه، وما وصلش والله 600,000 جنيه، وصل 482,000، وصل 532,000 جنيه. لم يتعدى من يوم ما اشتغلت المجمع اجمالي مبيعاته لم تتعدى في الشهر اعلى شهور السنه اللي وصلت عندي 532,000 جنيه مره واحده. ده اجمالي مبيعات. تعالى واحد بيتكلم وبيفتخر يقول ده المجمع بيطلع في الشهر 1.5 مليون. 1.5 مليون ازاي؟ وانت ايراداتك في اليوم 3,000 جنيه. ازاي 1.5 مليون؟ تعرف 1.5 مليون يعني 50,000 جنيه في البتاع ده. يعني عادل بيه يقال او سمعنا من الناس او من المعتصمين انك هناك بعض امور ضيافه لشخصيات عامه، شرطه ولا حاجة. حربيه داخليه، ولا حاجة. بتمضي على اوراق من الكلام ده على اساس تقبل وجبات والاكل والنوم على نفقه الاصلاح. اتحدى ان يكون هناك. اللي حصل ان انا لما بقعد في الكافيتيريا بطلب شاي او بطلب ينسون ب2 جنيه، والصبح لو ما لقيتهاش مكتوبه عشان ادفعها بقى بدي كذا. هم عارفين كويس، يعلموا تماما ان عمر ما تحصل من الكلام. اللي بيحصل ايه؟ لما بيجي ضيف بتتحمل الجمعيه المركزيه باعبائه، لكن المجمع لازم يفرطنا. استحاله يعني الجمعيه المركزيه تتحمل بعبء اي ضيف لما الضيف لم يتم سداده. طب نوعيه الضيف ده ايه يعني؟ ده راجل رقابي، ده الراجل المسؤول بتاعي، المدير بتاعي. يعني لما يجي نائب الوزير منتظر انا اقول له تعالى ادفع البتاع، ما انا مستنيه عشان يجي عشان يشوف الدنيا شكلها ايه، يشوف يحل مشاكل الناس. اقول له طب تعالى ادفع لي كده، بخلي الجهه المركزيه اللي تدفع له. لكن لا توجد عندنا حاجات زي كده. اي حاجه تحصل زي ممكن تكون حصلت في عدم وجودي. ازاي؟ يعني يوم ما انا مشيت بلغوني ان المأمور مش موجود، المأمور دخل عندنا نازل، واحتمال ما تورطش لان انا مش موجود عشان اعمل الاجراء اللي انا. لكن ما فيش واحد بينزل عندي لازم تتسدد. ده معنى لو ما تتسددش تبقى مصيبه، معنى كده ان انا مستغل الفندق الحسابي انا. استحاله الكلام ده. ما عندناش حاجه زي كده. كل الناس المتظاهرين عباره عن واحد كان سباك عندي وكان بيغيب، فانا منبه اللي يغيب 3 ايام متصله ما يجيش، راح نام لهم في الطريق قال لهم عايز السبت لو ادانا فصلك ليك 15 يوم بغياب من غير اذن ولا اجازه. واحد تاني مسكته بيتاجر في المخدرات، ورحت بطلته من 3-4 سنين. يوم ما انا مش عمل تظاهر الجهه، انت قاعد على المحطه بتتاجر في المخدرات وجاي دلوقتي هنا تتظاهر. واحد تاني قرصته من ودنه قلت له اديت له 5 ايام جدا لما سمعت ان هو بيتاجر بيتعاطى. كل المجموعه دي كلها تحالفت مع بعضها، بالاضافه الى في حاجات تانية. يعني ده عايز ده وده عايز ده، حاجه ممكن مصالح شخصيه. لكن اتحدى ان توجد علي مخالفه ماليه، واللي معاه مخالفه ماليه ورقه واحده يوديها النيابه العامه بس يقف قصادي عشان انا اخد حق منه. ده شيء كويس. اخد حق منه، يروح الرقابه الاداريه، يروح المباحث الاموال العامه. لكن اتحدى اي شخص معاه ورقه واحده تديني، واللي هتديني هقول له تعالى قصادي، لو ما دنيتنيش هاخد حق منه، مش هسيبه. انا كل اللي عملته كنت في القاهره وجيت يوم لحد بالليل رحت على النيابه العامه، بتاع النيابه العامه قال لي تعالى الصبح عشان استيفا مش موجود. يوم الاثنين رحت على طول قدمت بلاغ في الاساءه اللي اتقدمت لي، فلان وفلان وفلان قالوا مسكوا كاميرات الصوت ومتصورين ووسائل الاعلام مصورين كله والفاظ. هو انت بتطالب بالتثبيت بتسيء لعادل عبد الجواد؟ بعد ما طلعت من النيابه رحت قدمت استقالتي بالفاكس لنائب. ما هو ده السؤال اللي احنا بنقوله، هل عادل عبد الجواد استقال ام اقيل؟ الاستقاله معايا اوريها لك دلوقتي. استقاله موجود. لا احنا تمام، احنا مصدقين. لا احنا مصدقين، احنا مصدقين يعني. ايوه ده هلا احنا مصدقين ان الاستقاله موجوده يعني. انا استحاله ادي الفاكس بتاع الاستقاله. ادي الاستقاله.
السيد المهندس وكيل أول وزارة مدير الهيئة إلى آخره عادل عبد الجواد أبو الحفيظ. بالفعل استقال يوم 2/3/2014 من المهندس عادل الجاحي، معنى كده أنه هو كتب استقالته. هل عادل عبد الجواد يحز في نفسه بعد كل هذا التاريخ وهذا العمل المشهور أن يكون هذه هي نهاية المطاف، أو زي ما بيقولوا آخر خدمة العلقة غزة؟ لا، أنا أقول لك على حاجة. أنا أساسا كده كنت هقعد في البيت. إذا ما قعدتش النهارده هقعد بكرة، ما قعدتش بكرة هقعد بقى. دي قضية، دي مفهومة وأنا مرتاح لها نفسيا. ولكن شغلوا المجمع. طب أنت آخر الشهر هتجيب مرتبات منين؟ ما فيش جهة هتديك فلوس. أنت شغل المجمع، اشتغلوا، حرام عليك. افتحوا المدرسة، افتحوا الحضانة. بالله عليك، أولياء الأمور شكلهم إيه النهارده لما ما أبنائهم ما راحوش المدرسة؟ بتتكلم في إيه؟ احنا عاملين حاجات ومرتبين لخطط مستقبليه. ده انا كنت شغال بعمل فقاعه 600 متر. انت بتتكلم في ايه؟ اشتغلوا، خلاص اتضرب المجمع، حرام عليكم. اللي عملناه ده كله واموال التعاونيات كلها اللي اتحطت في الموضوع ده وفتحت ابواب الرزق للناس. 538 اسره مفتوحه كلها اتقفلت. طب بعد ما تتقفل انت منتظر مين هيجي لك تاني؟ بعد ما سمع عنك مين هيجيب لك ابنه؟ طب بعد ما سمع عنك ان انت بتتظاهر، طب انت تتظاهر، طالب بحقك. قول انا اول واحد بعت اسماء الناس اللي في المجمع. ما اقدرش اتكلم عن الناس اللي في الجمعيات. الشيء الغريب ان العاملين على حساب المجمع منهم 30 بس المتظاهرين، والناس الباقيه ما بين خايف، ما بين محرج، ما بين مش عارف ايه. 30 واحد هم اللي عاملين الهوله دي. لما يجي يقول شيل عادل عبد الجواد، طب تعالى انت عايز تشيل عادل عبد الجواد ليه؟ انت عايز تشيل عادل عبد الجواد ليه؟ 1 2 3 قول اسباب اللي انت عايز تشيل. عشان شغلك؟ عشان خلاك فتحت بيتك؟ عشان ادالك مصدر رزق؟ قول لي ايه تاني؟ عنده مخالفه ماليه وروح للنيابه العامه، لكن ما تقلش ادبك، ما تتطولش. عمره الدين ما كان كده. الحاجه الثانيه ان لما يجي واحد من الجمعيات، من جمعيات منطقه فرشوط وجمعيات منطقه نجع حماد، ويتكلم ويقول احنا عايزين نخلي المهندس عادل، هو المهندس عادل ايه تربط علاقه بيننا؟ ما فيش علاقه بيننا وبين الجمعيات. انا راجل مسؤول عن الجمعيه المركزيه وعن مجمع الرقابه. اذا ايه علاقه عامل على حساب الجمعيات في فرشوط؟ ولا حاجه. ايه علاقه عامل او موظف على حساب الجمعيات في منطقه نجع حماد؟ ولا تربطنيش حاجه. وانت بتقول لي تقيني ليه وانت اساسا مالكش دخل؟ انت ايه اللي علاقه تربطني؟ او ما فيش علاقه تربطني بيك. انا مسؤول عن المجمع. ما سبت عادل بيه المعلومه اللي واصله انك انت يعني مخبي الدرجات زي ما بيقولوا، شايل الدرجات يعني يا باشا. عشان كده طبعا يمكن لما تبقى الدرج يتفتح وتطلع. ولا حاجه. انا اقول لك على حاجه، اللي مخبي الدرجات يسالوا الرئيس بتاعي اللي هو في النائب الوزير، انت بعت المهندس عادل 200 درجه؟ بعت له درجه؟ يقول او لا. اذا انا اتحاكم. لكن لما هو يتطاول عليا ويقول لي انا عندي بالكذب، لا، انا اخد حق منك انك انت كذبت عليا، انك شهرت بيا. ازاي؟ هو انت بتاع الجمعيات ده انا هقول لك ايه؟ ده انا اللي مشغلكم. طب انا من مصلحتي ان انت تثبتوا، لان على فكره لو الناس ثبتت هتبقى الباقي ايرادات مجمع ليهم هم. تمام، كحوافز. لان هتشال تكلفه المرتبات ال 150,000 جنيه من على المصروفات، وبالتالي ما توقفش. كلمة أخيرة. لا مش كلمة أخيرة، لسه برضه. لسه قول يا عم. استاذ أحمد في ملف أحمر هنا. ليه سؤال يمكن يا باشمهندس عادل، معلش السؤال ده يمكن هو اللي هيحل لغز الموضوع. لا ثواني. كيف تم تعيين هذه الناس؟ اتعينت ازاي؟ ولا حاجة. أنا لم يعني في افتتاح المجمع تم تعيينهم ازاي؟ وايه اللي اتقال لهم عشان يطالبوا بالتثبيت او اتعينوا على اي قانون؟ استحال. الناس دي متعينة طبقا القانون 12 سنة 2003. ولا يوجد في القانون ما يفيد ان اللي متعين على القانون 12 يتثبت في درجات الحكومه. لكن احنا بنحاول مع الدوله، بنحاول. على فكره الوزير بتاعنا ما يمتلكش هذا القرار، قال لي يمتلك هذا القرار وزير الماليه بس. ترى الملف الاحمر ده فيه اللي عاوز انا هنا قدمت استقالتي. تمام. هم طلعوا اشاعه ان هم عملوا محضر اشاعه مجلس الاداره باقالتي. اول مجلس الاداره لا يحق له اقالتي. ليه؟ انا معي هنا عقد اتفاق بيني وبين بين مجلس الإدارة بيقول
في البند الرابع، عايزك تقراه. يلتزم مجلس إدارة الجمعية التي يمثلها الطرف الأول وكذلك جمعيتها العمومية بأن هذا العقد الموضح بالبند الثاني من هذا العقد ولا يحق له المطالبة بإنهاء هذا العقد قبل اكتمال المدة القانونية. يعني صح فعلا مجلس الإدارة لا يحق له إنهاء عقدك إلا بعد انتهاء المدة أنا أرفع القانونية. تعويض على رئيس مجلس الإدارة وطالب دي طبعا يا اخوانا عشان الشفافية العقد. ما رضيتش اقول كذا، انا قدمت استقالتي ولكن ما رضيتش اقول لهم ان انا مش من حقكم تقولوني، سيبتهم يلعبوا براحتهم، ما حدش ليه من حق البند بيقول ان في عقد بيني وبينك مدته كذا ولا توجد اي سبب غير بموافقتي انا ان انت امشي، انا مش انت اللي تمشيني، انا اللي امشي زي ما عملت كده. يعني اي قرار طلع مجلس اداره او اي جهه اداريه باطل، ان ده عقد هوديه محكمه عاجله في محكمه مختصه مستعجله. الكلام انك انت تتطاول وتفتكر ان انت بقيت بطل، لا، كل واحد يبقى عارف هو بيتكلم ازاي. انت ليك حق بتطالب على التثبيت عمره ما كان في ايد المحافظ ولا عمره ما كان في ايد وزير الزراعه. ده التثبيت دي درجات ماليه خاصه بوزير الماليه شخصيا. يعني مشكله الناس دي في وزاره الماليه. ولا تقول انت طب خليك معايا، انت قاعد معتصم، طب ما اكل عيشك ما فيش، مرتبك ما فيش، مين هيدي لك مرتبك الا اذا كنت انت قافل المكان ده عشان تكسب من بره، او اذا كنت قافل عشان واخد فلوس من بره عشان تتظاهر. ولا تحسبها ازاي؟ بالله عليك عايز تفهمني اللي جه وقال لي انا معذور شوف لي اي وظيفه اشتغل فيها. ده كانت ناس بتقول لي حتى شغلني ببلاش، كانت هم موجودين ويعلموا تماما كانوا بيقولوا كده شغلني ببلاش. يعني انت هتفهمني انت شغال عندي وما فيش شغل ليك وما فيش مرتب ومبسوط، ولا انت ليك مرتب تاني من بره جاي من جهه تانيه بتمولك، او انت اساسا ليك شغل بره خاص وعايز تقفل الاكل العيش بتاع الناس التانيه الغلابه. في ناس محتاجه ال 200 جنيه، انت بتقول 200 جنيه، في ناس محتاجه ال 200 جنيه. ده في ناس بتاخد 3000 جنيه. اتحدى، انا طلعت على المعاش في 16/10/2015، اتحدى ان اكون خدت بالي من هذا التاريخ. طب هقول لك على حاجه، انا عملت المجمع والحمد لله مش لوحدي، بحب الناس ليا، مجموعه العمل اللي معايا، وربنا سبحانه وتعالى فوق الكل. والله العظيم عندي شيفات بياخد 3000 جنيه وشيفات بتاخد 2000 وشيفات بياخد 1500، وانا لم يتعدى راتب الشهري 600 جنيه. اتحدى ان حد يقول غير كده. هاتوا المستندات، طلعوا المستندات وشوفوا انا واخد كام والشيفات واخدين كام. انا عندي الناس اللي بتسهر في المجمع وبتتعب، بيجي 8 الصبح شغله ويمشي الساعه 2، يجي الساعه 5، يمشي الساعه 2 بالليل. والله بديلهم 200 جنيه و300 جنيه. المشرفين اللي هم بيقولوا اقاله المشرفين، مأساة والله، مأساة ان انت تلعب في ودن غلبان ما فهمش. يعني احنا بنسأل ربنا سبحانه وتعالى انه هو يصلح الحال ويعطي الحقوق لاصحابها. تمام. والمعتصمين دول اذا كان لهم اي مجال للتثبيت احنا بنناشد المسؤولين انهم يكونوا يعني يحاولوا اذا كان في اي درجات ماليه فعلا بتوع الاصلاح على مستوى الجمهوريه. اللي بيتهمني ان جت 200 درجه، بيتهمني بجد 200 درجه، يوريني درجه واحده جت بتاريخ كذا وانت خبيتها بتاريخ كذا وانت بعتها للهيئه بتاريخ كذا. لكن انت عشان تقول كلام وانت ما حدش راجعك في كلامك، لا ده غلط. عمر ما كان الدين بتاعنا ان انت تقعد تشاهد، عمر ما كان الدين بتاعنا ان انت تشتم. انت عايز حقك اكتب يافطه وقول انا عايز التثبيت. روح يا سيدي ابعت فاكسات، روح لوزاره الماليه. انا بعت لهم عربيه ويعلموا تماما، خليتهم راحوا تنظيم الاداره ولا انا عملت الاتصالات عشان اساعدهم. عمري ما وقفت في طريقهم. ولكن الاهداف ما هيش الاهداف المعلنه. الاهداف ان فلان عايز يمسك المجمع، وان فلان عايز يمسك مدير المنطقه، وفلان عايز يمسك مدير المديريه، يعني مصالح شخصيه. احنا في نهايه اللقاء بنتقدم بخالص الشكر والتقدير وحسن الضيافه للاستاذ عادل الجارحي. ويعني كده احنا وصلنا لبعض حقائق، ولكن يبقى الراي للمشاهد وهو الذي يقيم هذا الكلام من هنا او من هنا. اقول لك على حاجه، اتفضل يا فندم. واحد يتكلم
ويقول 18 مليون. فين 18 مليون دي؟ 18 مليون دي القرض الأوروبي. الناس بتشوش بتقول 18 مليون خدوا قرض لنجا حماد والفرشوط، ونجا حماد وزعتها على الجمعيات والفرشوط وزعتها على الجمعيات، وكل جمعيه خدت فلوسها وكل جمعيه مضت الناس بتوعها، وتم البحث الموضوع في الرقابه الاداريه ومباحث الاموال العامه والنيابه العامه، ولا توجد مخالفه لان المزارعين واخدين الفلوس ومعانا مستندات المزارعين واخدين الفلوس. الكلام ده موجود. طب انت بتتهمني انا ليه؟ بتتهمني ليه بالشهريه؟ وانت عارف انا عملت ايه للبلد؟ انا ما يعني انا يعني هل ذنبي انا لما كان ممكن المدير داخل المدير طالع واقعد كده لغايه ما اطلع على المعاش من غير ما اعمل حاجه ولا اشغل الناس ليه ما فكرتش بالكلام ده كله؟ برضه احنا في النهايه بنقول انه ربنا سبحانه وتعالى بيختار الخير للناس وربنا موجود. وفي نهايه لقائنا بنتقدم بالشكر لحضرتك على حسن الضيافه، بنتقدم للاخوه الحاضرين اللي هم شاركونا اللقاء بكل التقدير والاحترام، وشكرا للاستاذ احمد البحيري اللي هو اتاح لنا الفرصه ان احنا نقعد معاك، والاستاذ احمد القاضي برضه اللي هو اتاح لنا الفرصه ان هو وفر لنا اللقاء. كل الشكر والتقدير ليهم، الناس اللي خلف الكاميرا اللي معانا برضه نشكرهم ونقول لهم كده كويس الحمد لله يعني، وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. خالص تحياتي ليك يا عادل، وشكرا.